السلام عليكم. معكم مالك من قناتي كوابيس مالك. اليوم جايب لكم قصة مش بس عن الرياضة، بل عن مأساة اخترقت القلوب، عن فريق وقف من تحت سماد الموت ورجع من تحت الركام أكثر قوة عشان يحكي للعالم إنه الألم هو بوابة للإنجاز. القصة بتبدأ بالخمسينيات. وقتها كان مانشستر يونايتد كان من أعز الأندية الأوروبية، وكان عنده فريق شاب موهوب كل إنجلترا بتحكي عنه. المدرب الأسطوري مات باسبي جمع لاعبين شباب من الأكاديمية وصاروا الجماهير يسموهم أولاد باسبي أو باسبي بيبيز. جيل متوسط أعمارهم كانوا حوالي ما بين 20 و25 سنة، شباب صغار، بس كانوا عم يفوزوا بالدوري الإنجليزي مرتين ورا بعض بعام 1956 و57، وبلشوا يحلموا ياخذوا أوروبا. حتى لو الاتحاد الإنجليزي ما كان راضي عن مشاركتهم هالفريق، كان أمل بعد الحرب العالمية وأمل مدينة مانشستر. ب5 فبراير 1958 الفريق كان رائع من مباراة أوروبية ضد ريد ستار بلغارد. فازوا وتأهلوا وركبوا الطيارة الصغيرة اللي اسمها لورد بورغلي، وكان لازم توقف في مطار ميونخ بألمانيا عشان تتزود بالوقود. والجو بهذا اللحظة أو بهذاك الحين كان المناخ غير معتدل أبدا، كان كلياته ثلج وبرد. الطيارة حاولت تقلع مرتين وما قدر أبد. بالمحاولة الثالثة، محاولتين بالبداية والمحاولة الثالثة، الطيار حاول يطير بس بالمدرج كان مليان طين والثلج، والفجأة هون الطيارة خرجت عن السيطرة، ضربت بجدار، اصطدمت بمحطة وقود داخل المطار وانفجرت. الانفجار كان مرعب. من بين 44 شخص اللي كانوا على الطيارة 23 راحوا، ومنهم 8 لاعبين من الفريق الأساسي. دينكان إدواردز اللي الناس كانت تشوف واحد من أعظم المواهب بتاريخ إنجلترا، كان عمره 21 سنة، نجا من الانفجار بس توفى 15 يوم بالمستشفى. روجر بيرني الكابتن راح، مارك جونز وتوبي تايلور وديفيد بيغ وإيدي كولمان وغيف بينت وويليام بيلي ويليان، كلهم شباب راحوا بأثر الحادث تبع الطيارة. بس مش اللاعبين اللي راحوا، للأسف إنه كان معاهم صحفيين كانوا بيغطوا الفريق وناس من الإدارة، حتى واحد من أفراد الطاقم الفني. من بين الضحايا كانوا الصحفي الشهير فرانك سويفت اللي هو أصلا كان لاعب منتخب إنجلترا زمان. وإذا بدك تشوف قديش الألم كان كبير، بس تخيل الموقف. أولد ترافورد اللي الجماهير كانت تسميه مسرح الأحلام فجأة صار ساكت. صار الناس يهمسوا ويقولوا هاي مقبرة الأبطال. المدرجات فاضية، أسماء اللاعبين انمسحت عن اللافتات، حتى الكرات ما عادت تركل بنفس الصوت. المدرب المدرب مات باسبي كان مصاب إصابة خطيرة، وكان بين الحياة والموت بالمستشفى. ما عرف شو صار إلا بعد أيام. اللي استلم الفريق وقتها هو مساعده جيمي ميرفي، وبعد 10 أيام من الحادثة رجع ميرفي للأولاد اللي نجوا من الطائرة على النادي ومن قلب الملعب. هون أولد ترافورد دخل الملعب ووقف لحاله، بلش يتطلع حواليه، شاف الهدوء، شاف الفراغ، وبكى مثل الأطفال، لأنه الحلم اللي اشتغل عليه سنين اتبخر بلحظة. لكن هون جيمي ميرفي ما استسلم، بلش يجمع اللي ظلوا عايشين من اللاعبين ومن شباب الأكاديمية، حتى وقع لاعبين جدد وبلش يبني فريق من جديد. بعض الناجين كانوا بحالة نفسية صعبة، بس واحد منهم كان اسمه بوبي تشارلتون. هذا الشاب نجا من الحادثة ورجع يلعب رغم كل الذكريات اللي ما طلعت من راسه.
شاف أصحابه يموتوا قدامه، شاف الحريق، شم ريحة اللحم المحروق بهذيك اللحظة، والألم اللي انزرع بقلبه وبعقله لا طلع أبدا. ومع رغم هالظروف هاي كلها رجع ويلعب وكأنه عم يحلم، وخلى كل إشي وراه. وحارس المرمى هاري جيرغ، اللي الناس ما كانت تحكي عنه كثير، طلع بطل حقيقي وسط الحطام. رجع لجوا طيارة وسحب بوبي تشارلتون ودينيس وفيوليت من النار وأنقذ حياتهم. هذا الرجل ما خاف ولا تراجع، رجع لوسط الموت وأنقذ أصحابه كلهم اللي قدر عليهم. ومع كل هالظروف الفريق قدر يوصل نهائي كأس إنجلترا بنفس السنة عام 1958، بس خسروا قدام بولتون. والكل وقتها قال هاي الخسارة مو مهمة، مجرد وجودهم على أرضية الملعب هو أعظم إنجاز. الكل بكاهم مش لأنهم خسروا، بل لأنهم وقفوا بذاك الوقت عن اللعب. بمرور الوقت مات باسبي، تعافى من إصابته ورجع يدير الفريق بنفسه، وقرر يكمل المشوار اللي بدأه بعد الكارثة. ظلوا يشتغلوا سنة ورا سنة، واللاعبين الشباب صاروا رجال، كانوا يلبسوا قمصان مانشستر يونايتد مش عشان شهرة أو فلوس، بل عشان يحملوا اسم اللي راحوا. وبعد 10 سنين بالضبط من الكارثة بتاريخ 29 مايو 1968، مانشستر يونايتد لعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد فريق بنفيكا البرتغالي بملعب يولومبي. بوبي تشارلتون سجل هدفين، ومانشستر فاز ب4-1، وصار أول فريق إنجليزي يرفع كأس أوروبا. اللحظة كانت تاريخية، والدموع كانت تنزل مش بس في الفرح، كانت دموع نصر بعد سنوات من الحزن والحداد. هون بوبي رفع الكأس وعينه بتلمع، كأنه بيحكي لكل صاحب لإله اللي ماتوا هاي إلكم، ما نسيتكم. ومن يومها مانشستر ما عاد نادي عادي، صار رمز للقوة وللعزيمة، للرجعة من الموت. جمهورهم صار يحكي الشياطين الحمر ما بيموتوا بس بيرجعوا أقوى. كان قصدهم بالشياطين الحمر عن فريقهم. والمثير إنه بعد سنوات الناس صاروا يحكوا عن أشياء غريبة بصيرها بالليل بأولد ترافورد بذاك الملعب. بعض المشجعين بيقسموا إنهم شافوا ظلال لاعبين بلبس الخمسينات يتمشوا على العشب الأخضر، أو صوت كرة بتنزل على الأرض من زاوية من الزوايا، أو أشباح بتنظف الأحذية كأنهم لسه موجودين، كأنه أرواحهم ما راحت، بل قررت تبقى تراقب وتحرس النادي اللي أعطوه عمرهم عشانه. وحتى لو ما كان آمنت بالأشباح، هاي القصص بتحكي إشي أكبر، بتحكي عن إشي داخل الإنسان نفسه، إنه الإنسان ممكن ينكسر وينهار ويموت من جوا، بس إذا عنده إرادة بيروح بيوقف من جديد. الألم مرات بيكون بداية كارثية. ميونخ علمتنا إنه من تحت الرماد ممكن تطلع أسطورة، وإنه الحلم اللي بنبكي عليه اليوم ممكن يتحقق بعد سنين. بس هذا الكلام فعليا إذا ما فقدنا الأمل. وهيك كانت قصة كارثية ميونخ مش بس قصة طيارة تحطمت، هاي قصة شباب ماتوا ونادي رجع للحياة من بعدهم وصنع المجد على اسمهم. أنا مالك من قناتي كوابيس مالك. إذا وصلت لهون فأنت مش بس مستمع، أنت شاهد على واحدة من أعظم القصص الإنسانية بتاريخ كرة القدم. وإذا حابين تظلوا معنا وتسمعوا كل القصص الجديدة اللي بننزلها أول بأول، لا تنسوا تتابعوني على كل صفحات التواصل الاجتماعي: فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. كلكم مرحب فيكم بعيلة كوابيس مالك. بس اكتبوا كوابيس مالك بأي منصة بتلاقوني، مستنيكم هناك.